الأخبار دي مهمة جدا لأي حد بيتداول. الأخبار دي ظهرت في جلسة النهاردة 3/5، وتعالوا نشوف مع بعض إيه هي الأخبار. أولا، الإسكندرية للأدوية النهاردة كان في تقارير عن ال9 شهور اللي فاتت بتقول إن هي حققت نمو 33.3، وفي إيرادات بلغت 2.59 مليار جنيه. مصر الألمنيوم حققت نمو في أرباحها بنسبة 6% لتصل إلى 10.44 مليار جنيه بنهاية مارس. كيما تراجعت أرباح الشركة بنسبة 34.5 لتسجل 531.31 مليون جنيه، والشركة بررت ده بأنه بسبب فرق العملة. منفيس للأدوية سجلت نمو لكن كان بسيط، كان 3.5%، محققة 3.5%، يعني تقريبا ما يعادل 388.75 مليون جنيه صافي الربح. مطاحن شمال القاهرة انخفضت الأرباح لتسجل 33.92 مليون جنيه تزامنا مع تراجع المبيعات. أرابيا للاستثمار سجلت خسائر قدرها 1.08 مليون جنيه في أول عام مالي ليها كشركة منقسمة. بالنسبة لمجموعة GMC ارتفعت خسائرها لتصل إلى 10.81 مليون بنهاية سبتمبر 25، وكان في بعض القرارات للجمعيات العمومية، وكان في أخبار عن كوبونات. أهم الأخبار دي كان مصر الجديدة اعتمدت كوبون نقدي بقيمة 446 للسهم الواحد بإجمالي 1.78 وهيتصرف على قسطين. بالنسبة للاي اف جي القبضة أقرت برضو توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين بكوبون للسهم هيكون 278. فيربكون مصر وافقت على توزيع جنيه 25 قرش للسهم إجمالي 500 مليون جنيه، واعتمدت عقود معاوضة ضخمة ل26. بالنسبة للزيوت المستخلصة أقرت بتوزيع 13 قرش للسهم مع إلغاء القرار السابق بتوزيع أسهم مجانية. اكت فاينانشال أقرت القيمة العادلة لتبعاتها ويلزي المالية ب 10.83 جنيه للسهم، ووافقت على زيادة رأس مالها. وكان في إعلان النهاردة عن التحركات الاستراتيجية والتمويل. بالنسبة لمصر لتأمينات الحياة، اختار الصندوق السيادي بنك الاستثمار هيرمس لإدارة طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم الشركة بالبورصة. بالنسبة لبنك أبو ظبي الإسلامي اتقدم النهاردة بمستندات زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب ب3 مليارات جنيه. إيديتا وقعت اتفاقية لقرض بقيمة 500 مليون جنيه لمدة 7 سنين لتمويل الاستحواذ وتجديد خطوط الإنتاج. العبوات الطبية وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص من 300 مليون ل 900 مليون مع توزيع نص سهم مجاني لكل سهم أصلي. نوفيدا للاستثمار أنفقت 15.86 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال في مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني. بالنسبة للشؤون الإدارية والردود الرسمية اللي ظهرت النهاردة في خلال الجلسة، كان في جهينة حسمت لها المحكمة الاقتصادية النزاع مع بلدنا القطرية لصالح مجلس إدارة جهينة. بالنسبة لمصر للزيوت والصابون أعلنت اعتذار اللواء محمد المحروقي عن رئاسة مجلس الإدارة اعتبارا من 1 مايو 2026. بالنسبة للحديد والصلب ردت الشركة على استفسارات المساهمين، مؤكدة عدم بيع أي أراضي جديدة والتزامها بقواعد التصفية القانونية. بالنسبة لمطاحن شمال القاهرة اعتمدت موازنة العام 2026 و 2027 باستثمارات مستهدفة قدرها 70 مليون جنيه لتطوير الوحدات الإنتاجية. بيكم في مراجعة جلسة اليوم 3/5 للبورصة المصرية. هنتكلم عن الأسهم. في الأول القطاع المالي، هتكلم عن القلعة. هو النهاردة قفل عند 4.73، عنده دعم عند 4.60 وفي مقاومة عند 4.85. سي اي كابيتال القبضة هو النهاردة قفل عند
11.19. عنده دعم عند 11 وفي مقاومة عند 11.40. بنك كريدي اجريكول، البنك عنده دعم سوري، هو قفل النهارده عند 24.49 وعنده دعم عند 23.40 وعنده مقاومة عند 25. البنك التجاري الدولي قفل النهارده عند 135 وعنده دعم عند 134 وعنده مقاومة عند 138. المجموعة المالية هيرمس قفل النهارده عند 27.91 وعنده دعم عند 27 ومقاومة عند 28.45. اوراسكوم المالية القابضة قفل النهارده عند فاصل 63، عنده دعم عند فاصل 61 وعنده مقاومة عند فاصل 65. بالنسبة لرايا، آخر سعر وصل له النهاردة كان 6.57، عنده دعم عند 6.40 وعنده مقاومة عند 7. ده بالنسبة للقطاع المالي. تعالوا نشوف قطاع البتروكيماويات. عندنا أبو قير للأسمدة، هو النهاردة قافل على 90.75، عنده دعم 87 وعنده مقاومة 92. بالنسبة لأبو قير الأسمدة فأنا شايف إن هو فاصل، يعني هو واقف في النص ما بين الدعم والمقاومة. جلسة بكرة تتحدد على حسب، لو كان في فوليوم عالي فهنشوف منه اختراق للمقاومة. الفوليوم هو اللي هيحكم جلسة بكرة. بالنسبة ل أموك الإسكندرية للزيوت، آخر سعر كان 68، الدعم عند 8.35 والمقاومة عند 8.90. السعر يعتبر في النص. عتاقة آخر سعر 10.24، الدعم عند 10 والمقاومة عند 10.40. بالنسبة للمالية والصناعية المصرية، السعر وقف النهاردة عند 213.83، الدعم 211 والمقاومة اللي جاية قدام السعر هتكون 215.5. بالنسبة لمصر للألمونيوم فهو وقف عند 306.36 وقدامه دعم عند 295 وقدامه مقاومة عند 315. بالنسبة للكيما النهاردة هو واقف عند 12.30 وقدامه دعم عند 12 وعنده مقاومة عند 12.60. بالنسبة لسيدي كرير البتروكيماويات عندنا هو واقف النهاردة عند 18.24 وعنده دعم عند 17.80 وعنده مقاومة عند 18.90. بالنسبة لمصر لإنتاج الأسمدة فهي النهاردة السعر 50.49 والدعم بتاعها 47.50 والمقاومة 52.60. بالنسبة للقطاع العقاري فهنشوف العربية لإدارة وتطوير الأصول، السعر النهاردة قفلت على 2 جنيه فاصل 01، الدعم عند 1.88 والمقاومة عند 2.10. بالنسبة للمطورون العرب القبضة، آخر سعر النهاردة كان 20 قرش والدعم عند 20 قرش والمقاومة القدرة عند 21 قرش. بالنسبة للمصريين للإسكان والتنمية، آخر سعر 2 جنيه 20 قرش، الدعم عند 2 جنيه و15 قرش والمقاومة عند 2.33. بالنسبة للشمس للإسكان والتعمير، آخر سعر عند 7.56، الدعم عند 7.40، المقاومة عند 7.85. بالنسبة لإعمار مصر للتنمية فهو قافل النهاردة عند 10.50 والدعم عند 10.30 والمقاومة اللي جاية قدامه هتبقى تقريبا عند 11. بالنسبة لمصر الجديدة للإسكان قافل النهاردة عند 6.20، الدعم بتاعه عند 6.15، المقاومة عند 6.45. بالنسبة لمينا للاستثمار السياحي، آخر سعر النهاردة 5.78، الدعم 5.55 والمقاومة 6.20. بالنسبة لمدينة مدينة مصر كانت عاملة النهاردة 6.11 والدعم بتاعها عند 6.05 والمقاومة بتاعتها عند 6.40. اوراسكوم للتنمية قفلت النهاردة على 30.95، الدعم بتاعها كان 29.50 والمقاومة عند 31.90. بالم هيلز قفلت النهاردة عند 11.36، الدعم بتاعها عند 10.70، المقاومة عند 11.40. مجموعة طلعت مصطفى
قفلت النهاردة عند 94.11 والدعم بتاعها عند 93.70 والمقاومة عند 97.40. ده كمان الاسكندرية لتداول الحاويات، آخر سعر كان قافل عليه السهم 30.24 والدعم عند 29.25 والمقاومة 31.05. بالنسبة للقناة للتوكيلات الملاحية، آخر سعر قفل عنده السهم كان 30.60، الدعم 29.90، بالنسبة للمقاومة 31.25. المصرية لخدمات النقل آخر سعر قفل عليه السهم كان 7.72، بالنسبة للدعم 7.50، بالنسبة للمقاومة عند 8. السويدي إلكتريك قفل عند 87 وكان عنده دعم 84.80 والمقاومة القادمة عند 89.20. بالنسبة للعربية لحليج الأقطان، آخر سعر القفل كان 8.35 والدعم كان 8.20 والمقاومة 8.65. بالنسبة لجي بي أوتو كوربريشن دي آخر سعر كان 26.45، سعر الدعم كان أو منطقة الدعم كانت عند 26 ومنطقة المقاومة عند 27.75. بالنسبة لدايس فكانت آخر سعر كان 2 وده اللي قفل عليه السهم، وكان عندنا دعم 1.95 ومقاومة 22. ام جروب للصناعة والتجارة آخر سعر كان 8.70 والدعم كان 8.35 والمقاومة 8.90. وعندنا كمان اي فاينانس للاستثمارات قفلت النهاردة عند 20.60 والدعم كان 20.30 والمقاومة 21.60. عندنا برضو المصرية للاتصالات قفلت النهاردة عند 93.50 والدعم كان 91.30 والمقاومة عند 95.65. بالنسبة لفوري للتكنولوجيا البنوك قفل النهاردة عند 19.07 وكان الدعم بتاعه عند 18.30 وقدامه مقاومة 19.55. بالنسبة للمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قفلت النهاردة عند 30.65 وفي دعم عند 29.90 ومقاومة عند 31.75. بالنسبة لأوراسكوم للاستثمارات قفل النهاردة عند 1.54 وعنده دعم عند 1.50 ومقاومة عند 1.58. أنا كده خلصت معاكم الأسهم اللي هستعرضها النهاردة، وحابب أقول كام نصيحة لإخواتي المتداولين واللي هيتداولوا بكرة. لازم تحسب أرباحك قبل ما تدخل الصفقة. بمعنى ايه؟ تجيب سعر السهم وتروح اسمه او تجيب الاول المبلغ بتاعك، مثلا وليكن معاك 1000 جنيه، تطلع الآلة بتاعتك تحسب 1000 جنيه على سعر السهم. مثلا هنفترض ان السهم بتاعك بجنيه، يبقى انت كده هيبقى معاك 1000 سهم. طيب انت حاطط اهداف لنفسك فين وفين وفين؟ مثلا انت حاطط هدف ان انت توصل ان السهم يتباع بجنيه و10 قروش، يبقى انت كده كسبان في السهم كام؟ 1000 في 10 قروش، يبقى انت كده كسبان 100 جنيه. تبقى عارف ومحدد كويس جدا السهم ربحك فيه كام. لازم تحدد حاجتين رئيسيتين، وقف خسارة، ولازم تحدد هدف. ما تبقاش سايب السهم بيجري وانت بتجري معاه وماشي عشوائية. لازم تحط هدف لنفسك ولازم تحط وقف خسارة. نصيحة: وقف الخسارة يبقى تحت الدعم بحاجة بسيطة، الهدف يكون فوق المقاومة بحاجة بسيطة، يعني قبل المقاومة بحاجة بسيطة. دي نصيحة أنا بشتغل بيها، أنت حابب تشتغل بيها أو لأ أنت حر، لكن أنا بشوف إن أفضل نصيحة عامة ممكن أقولها لك: امشي من السهم قبل المقاومة. طيب إلا في حالة واحدة، إيه هي؟ اللي أنا هقولها لك دلوقتي. بص يا سيدي، الحالة الوحيدة اللي ما تمشيش فيها من السهم قبل المقاومة لو انت شايف الار اس اي والسيتوكاستيك والام اف اي او مؤشرات الزخم بتقول ان السهم هيخترق المقاومة. دي الحالة الوحيدة اللي تحكم اذا كنت تمشي او لا. طيب في كل الاسهم اللي انا استعرضتها النهاردة خلي بالك السعر القريب من المقاومة، لو انت ناوي ان انت تشتري فيه ارجوك روح شوف اي مؤشر للزخم
والسيولة قبل ما تفكر ان انت تشتري. الشراء قرب المقاومة ممكن يكون ميزة وممكن يكون عيب. هعيد تاني النقطة دي، الشراء قرب المقاومة ممكن يكون ميزة وممكن يكون عيب. حضرتك بتحدد ده ازاي؟ بتحدد لما يكون في زخم لسه، لما يكون في سيولة داخلة لسه للسهم قوية، اعرف ان انا في امان ان انا اشتري في المنطقة دي. لو ما فيش الاتنين دول ما تقربش من السهم. طيب ايه مؤشرات الزخم؟ انا دخلت معاك دلوقتي على التريدنج فيو ودخلت معاك على النساجون الشرقيون. هاجي هنا عند انديكيتور اهو، هكتب ار اس اي، ده مؤشر الزخم الرئيسي بالنسبه لنا واللي بنشتغل عليه. بص يا سيدي، هتلاقي الار اس اي ظاهر لك بالشكل اللي هو ظاهر تحت اهو. المنطقه اللي في النص اللي هي متظلله دي منطقه امان. المنطقه اللي فوق اللي هي هنا اللي انا بحرك فيها الماوس دلوقتي معناها ان حاصل تشبع للشراء. خلاص الناس مش هتشتري تاني، السعر واصل لمرحلة انه خلاص الناس بقت شايفاه غالي ومش هيشتروا فيه. المنطقة دي لو السهم قريب ليها او طالع ليها ما تشتريش السهم. طيب المنطقة اللي تحت دي معناها انه السهم داخل في منطقة تشبع بيعي، يعني اللي معاهم او اللي كانوا عايزين يخلصوا من السهم ويبيعوه ابتدوا خلاص يقربوا من ناحيتهم، ابتدوا يشطبوا. المنطقة دي افضل منطقة تشتري فيها السهم. ليه بقى؟ لانه السهم هيبدأ يطلع. دي اسهل طريقة تعرف بيها الار اس اي. طيب عايز تعرف السيولة؟ ببساطة قدامنا حل او بي في، اون بالانس فوليوم، اسهل مؤشر ممكن يوريك السيوله عامله ايه. بص يا سيدي، هنا ادي مؤشر السيوله اهو، قدامي فيه سيوله قويه من المنظر اهو. انا مش هشرح لك حاجه على المؤشر اهو، من المنظر في سيوله داخله وسيوله قويه، والمؤشر الزخم بتاعي لسه ايه قدامه مسافه. طيب عشان ابقى عارف بالنسبه للار اس اي، فهو المنطقه اللي ما بين 30 و70 انت في امان. تعدي ال70 تبدأ تقلق، توصل 80 انت دخلت في التشبع ايه الشرائي، تنزل تحت ال30 انت دخلت في التشبع البيعي. ما تاخدش قرار في اي سهم لو انت قريب من المقاومة الا لما تبص على دول. طيب بالنسبة للاسهم القريبة من الدعوم لازم ترجع برضو تبص على دول، الار اس اي والاو بي في. ليه بقى؟ لانه ممكن السهم ما يرتدش من الدعم وياخدك وينزل لتحت. الدعم مش دايما ما بيتكسرش، الدعم ممكن ياخدك وينزل بيك لتحت. لازم تتأكد انه في لسه زخم، في عندك سيولة داخلة تسند السهم. لو ما فيش الاتنين دول اضمن ان انت بتشتري سهم هينزل بيك، وده عادي جدا وممكن يحصل. فلازم قبل ما تشتري عند منطقة الدعم تلاقي ان السهم بيلف وشه وبيطلع للمنطقة دي، او توجه السهم مش لتحت، توجهه لفوق. ده بالنسبة للزخم، وبالنسبة كمان للأو بي في السيولة. ده مهم جدا عشان ما تلاقيش نفسك محبوس في السهم لفترة طويلة لحد ما يعيد الدورة بتاعته. وطبعا في النهاية لازم أتمنى للجميع التوفيق بإذن الله في جلسة بكرة 4/5. ودلوقتي أقدر أقول لكم سلام.